شكرا للزملاء في الاستوديو. معكم باسل حمدو من تدريبات المنتخب الأرجنتيني. كما تشاهدون خلفي تظهر كامل تشكيلة المنتخب الأرجنتيني باستثناء ليونيل ميسي الذي أتى قبل لحظات، تأخر عن اللاعبين وأتى قبل لحظات. اللاعبين بدأوا التمرينات قبل حوالي 10 دقائق، لكن ليونيل ميسي التحق عند دخول الإعلام وتحديدا قبل دقيقتين من الآن. تحدثت مع الكادر الفني، لا إصابات في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني، لكن لا أنباء عن التشكيلة المتوقعة. يحتفظ الكادر الفني بسرية تامة حول التشكيلة المتوقعة. تحدثت مع الإعلاميين هنا، كان هناك عدة نقاط وعدة انتقادات للمنتخب الأرجنتيني. قالوا في البداية بأنه المنتخب الأرجنتيني تعامل بحساسية كبيرة في المباراة الماضية، نتمنى أن لا يتعامل بحساسية في هذه المباراة، خاصة بأن الخصم كرواتيا ليس بالسهل. قالوا بأنه المنتخب الأرجنتيني سيدخل هذه المباراة وفي الأذهان خسارة الأرجنتين أمام كرواتيا في دوري المجموعات في بطولة كأس العالم الماضية في روسيا. لذلك لهذه المباراة حساسية خاصة وضغط نفسي قبل حتى أن يبدأ اللاعبين صافرة أو قبل أن تبدأ صافرة المباراة المقبلة. النقطة الأخرى أيضا تحدثوا بأن المنتخب البرازيلي خسر أمام كرواتيا بسبب ربما بعض الاستهانة بقدرات المنتخب الكرواتي. لذلك يجب أن يكون المنتخب الأرجنتيني مركز للغاية في هذه المباراة، وربما تكون الفرصة الأخيرة لليونيل ميسي. لذلك الجميع يجب أن يعمل لصالح ليونيل ميسي حتى يحصد ليونيل ميسي اللقب ويدخل في مقارنة مع مارادونا. أعزائي المشاهدين، هذا كل شيء هنا. أترككم مع صور خلفي من تدريبات المنتخب الأرجنتيني في جامعة قطر. فعلا قاعدين نشوف اليوم المنتخب الأرجنتيني وباقي المنتخبات بكل حماسهم قاعدين يتدربون لنهاية هذا المونديال في مباراتهم القادمة. لا ننسى أن مدرب منتخب الأرجنتين تكلم قبل فترة عن لوكا